الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه بين يدي الساعة هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، الصعود إلى القمم وارتقاء المعالي وارتياد السمو يحتاج إلى جهد ومصابرة وإلى احتمال ومنقبة، وإن السهل يحسنه كل الناس، ولكن ما كل الناس يحسن صناعة الأمجاد ولا طلب العلو ولا ارتقاء السمو ولا استشراف القمم. إنما هذا ليس للأقدام، إنما هم لأصحاب العلو والسمو من البشر، ممن نذروا أنفسهم وعاشوا حياتهم لقيمهم ولدينهم. وإن من هذه القمم العالية التي يسعى إليها كل مسلم آناء الليل وأطراف النهار أن يفوز بجنة الله عز وجل التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. والجنة شاقة وصعبة بالرغم من أن طريقها ميسور، وصعوبة الجنة ليس في الطريق، ولكن صعوبة الجنة في النفس التي تسلك هذا الطريق. ولذلك حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والجنة التي حفت بالمكاره والسلع الغالية إنما حفت بالمكاره التي لا تميل إليها النفوس طبعا ولا تقدر عليها الإرادات والعزائم إمضاء وقوة. ولذلك الطريق إلى الجنة وإلى الخلود وإلى الرضوان، الجنة التي وصفها الله جل جلاله في علاه بأنها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا كلام لا يزاد لعظم هذا الوصف. الحور العين يقفن، تقف جميع الحور العين في الجنة على أنهار الجنة صفوفا يغنين بأصوات لم تسمع البشر مثلها، يقولن نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا، ونحن الخالدات فلا نموت أبدا. يسمع الناس أصوات صوتا والحور العين يتغنين ويترنمن بهذه الكلمات. الجنة التي جاء فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسفل أهل الجنة منزلة أجمعين وما فيهم كافر، أي أهل الجنة مهما كان أقل أهل الجنة وأدناهم ليس بدني، ولكن في الرتبة وفي المنزلة. قال من يقوم على رأسه 10,000 خادم، مع كل خادم صفحتان، صفحة من ذهب وصفحة من فضة، ومع كل صفحة لون لا يوجد عند صفحة، لا يوجد في الصفحة الأخرى. مع كل صفحة لون 10,000، كل واحد يحمل صفحة
صفحتان، كل صفحة فيها لون من الطعام ليس في الصفحة الأخرى. قال يأكل من آخره كما يأكل من أوله، ويجد لذة في آخره ما لا يجد في أوله. إذا كانت هذه الجنة بهذا الوصف وبهذه المكانة وبهذه المنزلة، فالطريق إلى الجنة من رحمة الله بعباده سبحانه أنه أبان لهم الطريق وبين لهم السبيل وهداهم إلى التي هي أقوم، بين لهم طريق الجنة. فالقرآن من قرأه وجد الجنة مقرونة بأوصاف أهلها وخصال أصحابها. أصحاب الجنة أصحاب اليمين السابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يصفهم ويصف أعمالهم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. إن الأبرار أي أهل البر وأهل الطاعة. وصف الله الجنة وبين للناس طريقها وأقام على عباده سبحانه الحجة عليهم جميعا. وأول سبيل يدخل الناس الجنة الإيمان الصحيح والاعتقاد السليم والتوحيد الخالص لله عز وجل. فلا أوثان ترجى ولا قبور تدعى ولا الصالحون يغيثون، إنما الأمر كله لله، ولا أحد غير الله يعلم الغيب. الاعتقاد الصحيح إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عن المشركين لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الإيمان الصحيح الاعتقاد الكامل والتوكل التام واللجوء الصادق لله عز وجل في كل صغيرة وفي كل كبيرة، أن تعتمد على الله في أرزاقك، أنت تدعو البشر ضعيف وربك قوي، البشر عاجز وربك قدير، البشر فقير وربك غني. لماذا ترجو المخلوق وتسأل الميت وتستغيث به أو تعتقد في شيوخ أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يهبون الذرية إلى غير ذلك من المعتقدات الفاسدة التي لا تليق بمسلم والتي تقطع الطريق على الجنة تماما. إن أكثر ما يدخل الناس الجنة وأقوى ذلك درجة ورتبة التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. أين التوحيد؟ أين البطاقة؟ التوحيد هو صحة الاعتقاد الصحيح، حتى ولو اجترح المجترح معاصي واقترف موبقات وارتكب كبائر تنقص من الإيمان وتقلل من التوحيد وتقدح في الاعتقاد، ولكنها لا تذهبه بالكلية. ويبقى التوحيد وأصل الملة وأساس الدين وقوام الشرع وأساس الدين ورأس الشهادة والأمر لا إله إلا الله، التي تعني أنه لا يعبد ولا يعظم ولا يجل ولا يرجى ولا يسأل ولا يطلب ولا يلجأ ولا يستغاث إلا لله جل جلاله. أن تنزل العبيد منازل العبودية، وأن تنزل نفسك منزلة العبودية، وأن تجل ربك. وما قدر الله حق قدره ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة المشهور أنه يؤتى بعبد وقد نصب ميزانه وسجلات ذنوبه مد البصر، السجل منها مد البصر، يؤتى به وجلا مشفقا خائفا، يقال هل لك من عمل صالح؟ يقول ما لي من عمل صالح. قد أرهبه الموقف وروعه المشهد، فإذا بالله يقول إنك لدينا اليوم لا تظلم. يؤتى ببطاقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله، إنه حقق التوحيد وإنه غار على الدين وإنه غار على التوحيد. يؤتى بلا إله إلا الله في بطاقة صغيرة، فتوضع لا إله إلا الله وهو يقول وما تغني البطاقة مع السجلات، فتوضع البطاقة على كفة الحسنات فترجح البطاقة وتطيش السجلات فيدخل بها الجنة. التوحيد
يدخلها التوحيد هو الذي يدخل الجنة. من حقق التوحيد دخل الجنة حتى ولو دخل النار. وفي الحديث حديث الجهنميين كما في البخاري أن بعض الناس يدخل النار، وبعد أن يدخل النار ويمكث فيها على قدر ما فعل من الذنوب والمعاصي يتحقق الوعيد الذي تهدد الله به عباده: من زنى، من سرق، من فعل كذا، يؤتى ثم يؤتى بعد ذلك وقد خرجوا من النار وعلى وجوههم تفع النار وكأنهم في بعض الروايات ورد في بعض الروايات وكأنهم ضرب من ضروب نبات رقيق أبيض من كثرة ما أصابه، وتفع النار في وجوههم فيدخلون الجنة ويصب عليهم ماء الحياة على أسوار الجنة فينبتون كما تنبت الحنطة في مجرى السيل، ثم يدخلون الجنة وعلى وجوههم آثار حرق مكتوبا على جباههم: الجهنميون، أي الذين كانوا في جهنم وجاءوا إلينا. ثم في الجنة يتبدل البؤس إلى نعيم، والحريق إلى دعى، والوجوه الكالحة إلى وجوه نيرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم. التوحيد هو الأساس الذي يدخل الناس الجنة. ثانيا، بعد التوحيد مباشرة أكثر ما يدخل الناس الجنة كل الأعمال الصالحة. فقوام وخلاصة أمر الجنة في 4: إيمان يعتقد، وعمل صالح يفعل، ومجانبة شرك ومعاصي. من حقق التوحيد وأتى الطاعات وجانب الشرك وسائر المعاصي كان من أهل الجنة بإذن الله تعالى. وأكثر ما يدخلهم الجنة العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل الصالح مقامات ودرجات. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو أي عن المعاصي والذنوب، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة ذهب خشوعها في هذا العقل، ذهب خشوعها بالجوالات والموبايلات، ذهب خشوعها بدوامة الحياة والمشاغل والصوارف والملاهي التي لهت الناس، ذهب خشوعها بالقلوب الخاوية. فالصلاة جوارح بغير روح، وحركات بغير سكينة، والذكر ألفاظ بغير معاني، والقيم تشدق وشعارات بغير ممارسة. إن مشكلة الأمة أنها حتى الصلاة يريدون الصلاة الميسورة السهلة، يجلسون أمام التلفاز الساعات الطوال، وأمام الفضائيات بالساعات الطوال، وفي الإستاد بالساعات الطوال. وفي الصلاة لو أن الإمام أطال يقول لك ثاني أنا ما بصلي مع الناس دي، ماله؟ يقول لك دي الصلاة الطويلة. الصلاة العادية مش الخطبة، الصلاة العادية الذكر فيها الآيات العادية دي. يقول لك يا شيخنا أنت قل والله حتى مرت عليكم ولا شو؟ يقول لك كده يا أخي ما في إشكال، لكن أنت مفجر مالك. ألا تستشعر أنك تقف بين يدي الملك وتنادي علام الغيوب؟ أما وإنك لو دخلت على مسؤول لما تمنيت أن تنقطع المكالمة، ولا تنقطع المناجاة، ولا تنقطع المقابلة. أنت تقابل رب العالمين، تسائله وتناجيه، ينبغي أن تستشعر ذلك. والذين هم في صلاتهم خاشعون، وخشوع الصلاة يتبعه، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. وهذه مهمة. الأموال وإنفاق الأموال من أكثر ما يدخل الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ الإنفاق يدخل الجنة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. التي وعدهم إياها قال ومساكن طيبة في جنات عدن، نتيجة إنفاقهم وجهادهم في سبيل الله تعالى. لذلك العمل الصالح. ثالثا، من أعظم أبواب الجنة التي ينبغي أن تعلم أن الجنة بالرغم من أن طريقها شاق ومرتقاها صعب، لأن فيه مخالفة للنفس ومخالفة لحظوظها وأهوائها، بالرغم من ذلك
فالجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار كذلك. الجنة تحت أقدام الأمهات، الجنة تحت أقدام الأمهات. حديث في الترمذي وصححه الألباني: الجنة تحت أقدام الأمهات. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فضعه وإن شئت فاتركه. الوالد أوسط أبواب الجنة. من أراد الجنة فليلزم بالوالدين، ليس بأمر بعيد، لا يقال لك افعل كذا وافعل كذا. إن الوالد إذا مات والوالدة إذا ماتت نادى منادي من السماء: لقد مات اللذان كنا نرحبك من أجلهما فاعمل عملا ترحم به. الوالد والوالدة من أعظم أبواب الجنة. الحارث العكلي رحمه الله لما ماتت والدته بكى بكاء شديدا. قالوا: أنت صابر؟ أنت عالم؟ قال: والله أبكي، لأن بابا من أبواب الجنة كان مفتوحا ثم أغلق علي. كان بابا من أبواب الحسنات الجارية، كان بابا من أبواب الخير والبر. الوالد والوالدة سهل جدا طريق الجنة، التزمها، فإن الجنة تحت أقدام الأمهات. كلام عجيب، كلام ميسور وبسيط وسهل جدا. الجنة مع الوالد ومع الوالدة في طاعتهما وبرهما والإحسان إليهما وخفض الصوت والجناح لهما وتحمل أذاهما. خاصة الوالد بعد ما يكبر يبدأ العداء يتجل عليك ويتكلم كلام برا راسه، داير شيء من التحمل وداير كده. وسبحان الله، قديما قال السلف: الوالد الأب بره بالإنفاق، والوالدة برها بالإشفاق. الوالد تديك، أبوك تديك، كان مفلس بيعمل لك مشاكل، بيتكلم كثير وبيكلم الناس كلهم، ما بيديني وبيخليني بلا قروش، بيكلم الأمة دي كلها، بيذبح جدا ما انا بيذبح، خلي مع رب العالمين. الوالد تديك قروش، عندك قروش تديك، افتح واخشحه تجيل، بس خليني انت الخشم ده. الوالده ما دايره قروش كثير، الوالده دايره بوس في الراس وقعد جنبها وما تمسكها من ايدها: كيف يا امي انت؟ تتحسسها تقول لك: عافيه منك، عافيه منك ورضي انا عليك. لكن الاب والله كان مستلك العلم، يقول لك: ادينا بالله، خلينا من الحركات بتاعتكم دي، ادينا. يقول لك الوالده برها بالاشفاق والوالد بره بالإنفاق. وهذا أمر سهل وميسور إذا كان رضا الوالد يشترى بأقل شيء. والله لا يحتاجان إلى مال كثير، إنما إلى الكلمة الطيبة والابتسامة الحانية والترفق. لكن للأسف الشديد نحن نعيش في عصر قل فيه البر. البر يدخل الجنة. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسلة الصحيحة، مر في الجنة فسمع رجلا يرتل القرآن ترتيلا، فسأل عنه فإذا هو أحد أصحابه. سأل قال: من هذا؟ قالوا: حارثة ابن النعمان ابن نفع الخزرجي النجاري من بني النجار، اسمه حارثة بن النعمان. قال صلى الله عليه وسلم: ولقد مررت بالجنة فسمعت قراءة طيبة جوا الجنة بالقرآن، فسألت فقيل: قراءة حارثة بن النعمان ذلكم البر، ذلكم البر، لأنه أشهر عمل كان مشهورا به بره بأمه. قال: ذلكم البر، ذلكم البر، يعني دخلوا الجنة وخلينا جوا الجنة قرآن. بره بوالدته، وهو من الذين يوم حنين مر على النبي عليه الصلاة والسلام قال: فوجدت معه رجلا لم أعرفه فلم أسلم عليهما، قلت لعلي أشغل رسول الله عن الرجل. راجل ما شافه قبل كده، قال: يمكن أنا أشغل رسول الله، ما قال أسألكم، مشى. فقال الرجل وكان جبريل: يا محمد من هذا؟ قال له: هذا حارث بن النعمان. قال: أما وإنه من 100 الصابرة يوم حنين من الذين أعد لهم الله أرزاقهم في الجنة، أما وإنه لو سلم لرددنا عليه السلام. قال: لو كان سلم كنت رديت عليه. من الذين أعد الله لهم أرزاقهم في الجنة من 100 الصابرة. ذلكم البر، ذلكم البر، بر الوالدين. ومن الجنة ومن أعظم طرق الجنة التي تقود المؤمن إلى الجنة التقوى. كل الآيات عن التقوى. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في مقام كريم
إن المتقين في جنات وعيون، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. إن للمتقين، المتقون الذي مثل الجنة التي وعد المتقون التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك وأن لا يفتقدك حيث أمرك. التقوى أن تراقب الله في السر والعلن، أن تترك المعاصي، أن تجتنب الموبقات، أن تترفع وأن تسمو على الرذائل، أن تكون من أصحاب الشدائد. ومن طرق الجنة التي تقود إلى الجنة الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله ودفع النفس للموت في سبيل الله. إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، لا تحسبنهم من الأموات أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون. الجهاد في سبيل الله أعظم الدرجات، وهو يدخل الجنة مما لا شك فيه. ونحن أمة ضعف فينا الجهاد، وماتت فينا النخوة، وقتلت فينا الرجولة والكرامة. كل يوم يهان الإسلام بلون من الألوان. ففي ديار المسلمين يبث كلام المقريزي الدكتور الموهوم طعنا في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه. وأمريكا تدنس المصاحف. أين؟ في غوانتنامو. لماذا؟ استفزازا للمستجوبين من أبناء المسلمين الذين ما سأل عنهم أحد وما تكلمت عنهم دولة. أمريكا تفضح نفسها من داخل أجهزتها. كانوا يأخذون المصحف أمام المستجوب يعذبونه بصنوف التعذيب المختلفة بالكهرباء، كما فعل في سجن أبو غريب، ويعروه والعبث بأعضائه التناسلية، يفعل به كل شيء. ولكن أقصى أنواع التعذيب أن يعذب بمقدساته. يحمل المصحف كتاب الله جل جلاله، يحمل ويوضع في دورات المياه وعلى المجاري. هكذا أثبتت النيوزويك في عالم لا يحترم إلا القوة، في عالم صار فيه المسلمون ضعفاء، كل انتهكت مقدساتهم. القدس والآن أحيط بها وما أحيط بها. العراق في المنطقة الآن محاصرة في العراق، الآن محاصرة في العراق. ضربت البيوت وهدمت على رؤوس أهلها. الأعراف الدولية تسمح بإخراج الجرحى لأنهم صاروا عجزة. أمريكا منعت حتى المنظمات الدولية الإنسانية أن تأخذ جريحا واحدا، لا ميت من تحت الأنقاض ولا جريح يخرج من تحت الأنقاض ليموتوا جميعا. تفننت أمريكا في تعذيب العالم الإسلامي، في حين صمت من العالم الإسلامي احتلت دياره ونهبت نصفه وأخذت الثروات من ديارهم وقتلتهم في ديارهم، وانتهكت حرماتهم وانتهكت حرماتهم، ودعمت إسرائيل واحتلت القدس، وما بقي شيء إلا أن يدنس المصحف تعذيبا لهؤلاء. ولقد ضج العالم، ولم أرى في السودان ضجة، حتى الضجة التي تعبر عن بعض المشاعر لم نسمع بها. في الباكستان مظاهرات عارمة، وفي أفغانستان مظاهرات كبيرة. الأزهر يخرج بيانا ويندد، الكويت البيانات تخرج، السعودية تستنكر رسميا عند الأمم المتحدة بأن هذا يفعل في مقدسات المسلمين. وهو الله أكبر من صنيع الذين طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يأخذوا المصحف
وأن يمزقوه ورقة ورقة وأن يضعوها تحت الأقدام نكاية في هؤلاء الذين لا يدافعون عن مصحفهم. وهل هكذا يهدم الدين؟ والله لو قطع العالم الإسلامي أفراده وشعوبه أطفاله ونساؤه ورجاله إربا لما تركنا هذا الدين إلى أن يفصل الله بيننا وبين عدونا. إن حملات التشكيك التي بدأت تطل عبر الفضائيات، تشكيك في الثوابت عبر وسائل الإعلام، نلقى من منه إذا كانت جامعة الخرطوم تدفع من العلمانيين ب5,000 صوت. 5,000 جل من وين ال5,000 دين؟ جاء من وين؟ أبناء منه؟ هل دل قاعدين معانا؟ هل دل طلاب الجامعة لابسين جيافة وبيركبوا المواصلات ويمشوا يجوا 5,000 صوت للتحالف العلماني الذين يطعنون في الدين؟ أبو السنة الفات يكتبوا البسملة. وأنا والله أشك في هذه النتيجة، والله أشك في النتيجة دي. معقول أبناء المسلمين الذين تربوا في مساجدنا وشبابنا الذين انحدروا من أطلابنا يصوتوا للشيوعيين في جامعة الخرطوم؟ لماذا؟ نكاية في المؤتمر الوطني؟ أم ماذا؟ للمظالم التي وقعت عليهم؟ لماذا لا يفصل الناس بين الدين الحر النزيه وبين ممارسات أهله؟ رفضوا البسملة وشرب الخمر في دار الاتحاد، في اتحاد جامعة الخرطوم، لكن ما خمر بيرة. قالوا عرقي لأن العرقي من التراث السوداني، العرقي والمريثة تراث ينبغي أن يدافع عنه. يا للحول ويا للعار، ولكن ليس العار عار هؤلاء، العار عار من أتى بهم، والعار عار من صوت لهم. ولقد وصلت إلى قناعة راسخة أن الأمة تحتاج إلى دعوة. خلونا من انتخابات والكلام الفارغ يا أخي. انتخابات شنو؟ انتخابات مع منو؟ انتخابات. وصلت إلى قناعة راسخة أن هذه الأمة تحتاج إلى دعوة وإعادة صياغة ومنهج التربية والتصفية من الأول. دعونا من هذه الترهات، دعونا من الكلام الذي لا يوصل. علموا الناس الدين، فهموهم الفواصل، علموهم العقيدة، أخبروهم أن لله ولاء ويوالى أهله، وأن هنالك براء يتبرأ من الشرك وأهله. البسملة قالوا ما بنكتب البسملة. ليه؟ يا اخوانا انتوا أعداء البسملة. قالوا نحن ناس قوميين، لو كتبنا بسم الله النصارى برضو بيقولوا يجيبوا حاجات ثانية، فشعارهم الله، الوطن، الإنسانية ولا الحقيقة ما عارف. كلام فارغ، كلام فارغ. الله بس لا تقول لي وطن لا تقول لي إنسانية، ده كلام فارغ. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن والله لقد صدمتم. 5,000 طالب، 5,000 طالب يصوتون للتحالف. حق لأمريكا أن تدنس المصحف، حق لأمريكا أن تقتل الناس، حق لأمريكا أن تحتل السودان. من الذي سوف يدافع؟ الذين يصوتون للتحالف. التحالف برامجه الغناء والرقص، كل يوم حفلة. الطلاب دايرين حجيج، داير ممكن يحملوا سلاح يحموا أمة يدافعوا عن مقدسات. يا أمة الإسلام، أين ذهب الجهاد؟ أين ذهبت قيم التضحية؟ أين ذهبت قيم الإنفاق في سبيل الله؟ نحن الآن نطرح إذاعة من أجل أن ننافس، من أجل أن نعلم الناس الدين الحر والإسلام النزيه. إلى يومنا هذا لم نجد دعما لا من السلطات الرسمية الذين إجراءاتهم طويلة ومعقدة في تصديق إذاعة تعلم الناس دين رب العالمين في ظل مجتمع يفتتح أعظم جامعاته جامعة الخرطوم العلمانيون ب5,000 طالب. هل هؤلاء علمانيون أفكارا ومعتقدات، أم أنها علمانية الانطلاقة والحرية الزائفة والإباحية الآثمة؟ ما الذي أصاب ديار المسلمين؟ الطريق إلى الجنة بتضحية الوجهات. أمريكا دنست مقدسات الأمة وفعلت هذا. آخر أعداد النيوزويك تقول أن هذا فعل في سجن غوانتنامو أمام الأسرة. أمريكا تدنس كتاب الله ولكن لن تستطيع. كتاب الله في صدور الناس باطل، كتاب الله في حدقات العيون خالد، كتاب الله لا يمحي من الوجود، كتاب الله يدافع عنه
من أنزله للناس هدى كتاب الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن هذا يدل على الحقد. نرجو من السودان دولة وشعب موقف يصل إلى الناس جميعا. الدول تقدم الأزهر الذي كان أحيانا له موازناته يداهن ويداري، أخرج بيانا يستذكر فيه ما حصل في غوانتنامو وما يحصل اليوم في العراق. الآن في هذه اللحظة تجلسون تحت المكيفات وتحت المراوح وفي الظل تضرب بيوت وتدمر منازل، والأمة تنظر إلى الناس، تنظر إليهم. في مدينة المقام في العراق، يا أمة الإسلام، الجهاد يدخل الجنة ولكنه يعز في الدنيا، يجعل أصحابه في الدنيا أعزاء، يعيشون في الدنيا أعزاء. هذا مما يدخل الجنة. ومما يدخل الجنة أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الجنة ليست بعيدة. الإحسان إلى الناس تعبدا يدخل الجنة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة كانت في ظهر طريق المسلمين فقطعها، كانت تؤذيهم. شجرة في الشارع بتؤذي الناس، قطعها دخل الجنة. 40 خصلة، الحديث في البخاري، 40 خصلة ما من عبد يعمل بها انتظار موعودها ورجاء ثوابها إلا أدخله الله الجنة. قال الراوي: سأقول أعلاها وتعرفون أدناها. 40 خصلة، أي واحدة فيه تعمل تخش الجنة. 40 خصلة على أساس التوحيد والإيمان. أعلاها منيحة عندي، تدي زول غنماية فقير، تقول الغنماية دي دارة عندها لبن، أشرب لبنها، لما اللبن يكمل ترجع عليه. دي أعلاها، دي بتدخل الجنة. ما قال له الغنماية كله، لا، كله دي ما كمان حاجة. في زول جاب غنماية للمسكين قال له خلي الغنماية دي معك لوجه الله. في زول عنده رغبة في الغنماية قال لي خلاص استفيد منها ورجع عليه بعدين بعد ما تنتهي. دي أعلى 40 خصلة، أعلاها من فعلها دخل الجنة. الجنة أحيانا تبدو كأنها قريبة، وأحيانا تبدو وكأنها بعيدة، لكنها قريبة. 40 خصلة كل أعمال البر مع الناس تدخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا والناس نيام، وصلوا الأرحام، تدخلوا الجنة بسلام. شيء بسيطة. أطعم الطعام، شفت الأكل ده كون تدخل يأكل جعان يدخل الجنة، كون تصل أرحامك يدخل الجنة. لذلك الجنة أفعال الخير والبر مع الناس أكثر ما يدخل الناس الجنة. تقوى الله وحسن الخلق أكثر ما يدخل الناس النار. الفم والفرج، الكلام شهوة والفرج شهوة، وكلاهما شهوات لا تستأذن على صاحبها. الكلام كان جاء سمح، انت ممكن تنظم وبعد ما مع الناس مندفع ومسترسل الكلام حلو. في المجالس تقطع وتغتاب وتتكلم كلام سمح، ده بيدخل الناس. وكذلك شهوة النساء تدخل الناس. وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. من حسن الخلق صلة الأرحام، وإفشاء السلام، وإطعام الكلام، وطيب الكلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام. تدخل الجنة بسلام بأمان. الجنة طرقها كثيرة، 8 أبواب: باب الصدقة،
وباب الصوم وباب الصلاة وباب البر وباب الجهاد في سبيل الله. أبواب الجنة 8. قال أبو بكر الصديق يا رسول الله هل من داعي يدعى من الأبواب كلها؟ هل في زول ممكن يدعو من كل الأبواب؟ بالصوم يدخلوا وبالصلاة يكون أي حاجة من الجبر. قال بلى وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. والرجاء من النبي دعوة صادقة، دعوة صادقة. عشان كيف الصحابة دخلوا الجنة شافون في الجنة يتبعوا خشخشة نعلين بلال في الجنة لأنه ما توضأ إلا وركع لله ركعتان. جعفر بن أبي طالب يطير في الجنة بجناحين مطرجين بالدماء في الجنة. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة. عد 10 المبشرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين في الجنة. أهل الجنة. أتت أم حارثة تقول يا رسول الله حارثة بن عوف إن ولدي مات، هل من أهل الجنة فأصبر أو من أهل النار فأريك أوريك أذت من على الكف. قال أي الجنان يا أم حارثة إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. أي الجنان يا أم حارثة إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الجنة قريبة، يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. الجنة قريبة. قال عمير بن الحمام إني لأجد، قال أنس بن النضر إني لأجد ريح الجنة دون أحد. بس الريحة قال المسألة قريبة. وقال عمير بن الحمام لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل اليوم مقبلا غير مدبر دخل الجنة وفي يده تمرة أكل نصفها وبقي من التمرة نصفها، قال إنها لحياة طويلة حتى أكل نصف التمرة. عشان أقول لك نصف التمرة ذا لا كم دقائق معدودة دي قال عنها حياة طويلة. فألقى التمرة وقاتل وقتل. قال عليه الصلاة والسلام بخ لعمير بن الحمام قال إني أراه يكمل نصف التمرة الآن في الجنة. فعلا كانت حياة طويلة. عمرو بن الجموح الأنصاري جاء يريد القتال يوم أحد وهو أعرج فرد لعرجته. قال أتردونني لعرجتي إني أريد أن أطأ الجنة بعرجتي هذه. قاتل وقتل. قال أراه الآن يسير في الجنة بدون عرجة. دخلوا الجنة والعرجة طلعوا حاله وماشي يجل جوا الجنة قال زي ما حضر حاجة. أراه الآن يمشي يسير في الجنة بدون عرجة. ويا معشر الأنصار إن منكم من أقسم ومن لو أقسم على الله لأبره ومنهم عمرو بن الجموح الأنصاري. الجنة قريبة لمن كانت له همة وقادة وعزيمة مضاءة وإرادة قوية وعمل صالح حاضر وخوف من الله وخشوع وخضوع لله وتقوى ومجانبة للمعاصي وتوحيد وعقيدة صحيحة وإيمان بالله راسخ وبر للوالدين وإحسان إلى الخلق وصلة للأرحام وبر مع العباد وحسن خلق مع القريب والبعيد. الجنة هذا طريقها وهذا سبيلها. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها وأن يتقبل منا وإياكم أجمعين وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة برحمته وليس بأعمالنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الطريق إلى جنات الخلود ليس بالأمر الهين، إنه رضا الرحمن وإنه الرضوان، إنه الخلود والنعيم الأبدي والسعادة التامة والنعيم المقيم. الطريق إلى جنات الخلود بذلت في سبيله أرواح وأهدرت في سبيله دماء. الطريق إلى جنات الخلود فارق فيه الناس القبيلة والأهل والعشيرة والأرحام وتجردوا لله. الطريق إلى جنات الخلود ليس بالأمر الهين ولا بالسبيل السهل، وإنه ليسير على من يسره الله عليه
وألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، طريقها قد استبان ودليلها قد وضح وسبيلها قد أسفر أمامك، ما بقي إلا العمل. ومن رحمة الله بعباده التيسير والتخفيف. في السلسلة الصحيحة من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. من صلى البردين دخل الجنة، العشاء والفجر أو الفجر والعصر على اختلاف في التفاسير. من صلى البردين دخل الجنة. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا طعام. كل ما جاء الجامع يخطوا صينية ينتظروا يقولوا دي يوم القيامة لما نجي بعدين يأكلها. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. رواه مسلم. حاجة بسيطة، تمشي الجامع وتجي يقول لك يا أخي أنت تسوي الدرب ساتاقة، ما عندك شغل أنت غير الجامع؟ أنا ما عندي شغل غير الجامع. قول لهم كده. في ناس ذاته بيشوفوا إنه صلي الجامع ذاته كثير شديد ذاته. مشيت جيت الجامع الصينية خدتها لك في الآخرة، رجعت أخذت لك واحدة ثانية نزلا طعاما، يعني ضيافة كاملة بكل ما فيها. وما تقول بعد لحد ما أموت وبعد كم سنة الأكل ده ما بيبور ولا بيقوم بيتكرفس ولا بيعفن ولا الملائكة والخدام بيتهجوا. يا أخي أقلاهم 10,000 خادم. أي دور شايل له صفحتين إناءين، أي واحد في 10,000. أي إناء فيه لون ليس في الإناء الآخر. وكمان في دول بياكل يقول كده النضور كلهم، لما يجي في الآخر بيكون دهش ذاته بيكون ما تطمن. قال لك يجد لآخر الطعام واللون متعة لا يجدها في أولها. دي جنة. قال بعد ما يأكل 10,000 أي ولد شايله صحنين 10,000 20,000 بعد ما يكون كل ليل. قال طعامهم ذلك جشاء، بس بالجشة ويطلع الفضلات رشحهم المسك. والله بعد ما سمعنا الجنة وقريناها وعرفناها، والله كان الله ما دخلنا الجنة بمعاصينا. يا خسارتنا ويا ضيعتنا. المشكلة بعد ما نعرف الجنة بطريقة ده كله، المشكلة بعد ما نخش، بعد ما عرفنا الجنة وعرفنا الفيها، والله أخشى أن لا نقوى على العمل. وإن كان العمل ميسور طريق الجنة عند المنذري في الترغيب والترهيب، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أن عن أم هاني بنت أبي طالب بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله دلني على عمل أعمله وأنا جالسة، ما داير أحوم حاجة فيها الشكل وفيها الضرب، ما داير حاجة سهلة، بس السهلة ورينا السهلة. قالت له السهلة وأنا جالسة. قال أن تسبح الله 100 تسبيحة كانت لك كعدل عتق 100 رقبة من ولد إسماعيل. ما 100 رقبة ساكت، ولد إسماعيل من أنفس الرقاب. وتحمدين الله 100 تحميدة كانت لك ك100 فرس مسرجة ملجمة تنفقينها في سبيل الله. وتكبر الله 100 تكبيرة كانت لك ك100 بدنة متقبلة. 100 ناقة تذبحها لله وتأكل وتقسم مالها أو تذهب بها وتهديها في مكة أجرا. وتهللين 100 تهليلة تملأ ما بين السماء والأرض. وفي رواية لا تذر ذنبا ولم تسبق بعمل.
تهليل 100 مرة، تهلل الله 100 مرة لا تبقي ذنب، وما في عمل بيسبقها. شيء تاخذ تسبح الله 100 وتحمد 100. انت عارف قل والله واحد دي 10 مرات في 3 دقائق. لو حسبت الزمن قعدت تقرا قل والله واحد 10 مرات 3 دقائق بس، 3 دقائق قصر في الجنة، لبن ذهب ولبن فضة. اقسم بالله تغترب 30 سنة ما تلقى واطف المنشية، خلي قصر في الجنة واطف المنشية 30 سنة دول بيغترب ويتعب تعب ويجي في النهاية كان لقى له واطف الأزهري ما خلى حاجة. قصر في المنشية حتى ساهل خلي في الجنة 3 دقائق قصر في الجنة. ده شو مثل والله كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عطاني فقد أبى. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبعلمه الغيب وبقدرته على الخلق وبأنه هو الله لا إله إلا هو جبار السماوات والأرضين وقيوم السماوات والأرضين ورحمن السماوات والأرضين ورحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم ارحمنا بجنتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. اللهم تولنا يا رب العالمين. اللهم تول أمرنا ولا تتركنا للكفار والطغاة يذلوننا يا رب العالمين. اللهم عليك بالكفار المجرمين، اللهم عليك بالذين دنسوا كتابك، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم شل أيديهم، اللهم شل أركانهم، اللهم زلزل بنيانهم، اللهم لا تقم لهم في الأرض راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن عونا لهم يا رب العالمين. اللهم لا تكلهم إلى أنفسهم ولا تكلهم إلى الناس يا رب العالمين. اللهم أيدهم بنصرك ووفقهم بتوفيقك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.